وفكوهم في الأسافير، فكوهم في الأسافير. الناس ديل بتلقوهم هنا في التطبيق اللي احنا قاعدين فيه ده، بيعملوا لايفاتهم وبيفتحوا لايفاتهم، بيتلفظوا بألفاظ أسوأ ما تكون. يعني الزول لما انت تشوف هيئته كده ويبدأ يتكلم، والعجب لما يقوم يدخل لك الآيات القرآنية والأحاديث تحس انه زول مهذب زول محترم. فجأة لما يبدأ يتكلم عن الأحزاب بيقول ألفاظ، انت بتوطي صوت الموبايل لو قاعد براك، بتوطي صوت الموبايل. ديل يا هم كتايب الظل، ودي مهمتهم، انهم يغسلوا الصورة بتاعت ال30 عام، ينسوا الناس الجرم والإجرام بتاع المؤتمر الوطني، وبالمقابل يساووا المؤتمر الوطني بالأحزاب. ده همهم، انه الناس تساويهم بالأحزاب. همهم انه انت تطلع تقول للناس انه ما في فرق بين قحط وبين الكيزان. ده كل الدايرينه. ودي مهمة كتايب الظل المزروعة في المنصات، انهم يوصلوا الناس للحد ده، انك تساوي بينهم وبين الكيزان. تاني ما دايرين اكتر من كده بأي حال من الأحوال. ليه؟ ده تصفير العداد. صفرنا العداد خلاص، يلا رحكاكم نبدأ كلنا من أول وجديد. فربنا المستعان. وديل ما في خطر أكبر منهم، ما في خطر أكبر. لكن بالمقابل أنا قبل قلت الكلام ده في تويتر، بالمقابل أنا امبارح يعني ما لقيت فرقة. طلعنا عن خليفة وكان معانا عزام عشان أرد. ما نخوف الشعب السوداني، ما نخوف شعبنا بالكيزان. الكيزان ما بعبع يا اخواننا، اسمعوا كلامي ده كويس. الكيزان ما بعبع نخوف به الشعب السوداني، عشان بعد ذاك نقوم نفتح موضوعين اتنين. الموضوع